الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد شفيع الخلق ونبي الله. صلوا عليه كمان وزيدوا النبي صلاة عشان خاطر الدنيا تبقى حلوة. كل ما هتصلوا على النبي وهنستغفر أكتر ربنا هيسرنا الحال بإذن الله. تعالوا هقول لكم على حاجة حلوة هنعملها كده تعتبر قنبلة. عارفين القنبلة اللي بنشتريها من بره كده اللي مليانة شوكولاتة وحلويات وسكريات كده وحاجة حلوة على الآخر وبنشتريها بالشيء الفلاني؟ دي بقى أحلى منها والله بجد، ما بكدب عليكم، عملتها بجد كده. نفسي اعمل حاجة حلوة لاولادي، وانتوا زي ما شايفين الحاجة بالشيء الفلاني، فالافضل ان احنا نعمل لهم في البيت حاجات حلوة ونوفر ونجيب لهم الاساسيات اللي هو الاكل وكده. فانا عندي زي ما شايفين والله ما بكدب عليكم، يوم ما عملت البطاطا يمكن فاكرينها، فكانت الحلة كبيرة فشالت معايا كمية، بس كانوا فاضلين 2 أو 3. فاللي زي ما شايفين حضراتكم بنضف التلاجة فلقيتهم والله قدامي، فقلت ايه اعمل بيهم حاجة كده حلوة وبيحبوها اولادي، وخاصة اولاد البطاطا بيحبوها عشان ناعمة وحلوة. البطاطا زي ما شايفين حضراتكم نصها ابيض ونصها يعني اصفر. تمام، زي ما عارفين انا يعني البطاطا البيضة تمام طعمها بيبقى احلى وادسم شوية. تمام، المهم ما علينا، فهعملهم ميكس كده وهنعملهم بطريقة حلوة وجميلة كده. بس صلوا على النبي كده واشتركوا، اللي مشتركش في القناة يشترك، ربنا يهديه عليا ويشترك ويحببوا فيا اكتر واكتر ويشترك، واللي عجباه القناة وعجباه الفيديو يضغط لايك. زي ما شايفين حضراتكم هقشرها وهنسلقها. زي ما شايفين حاطينها في مية، المية دي والله نظيفة خالص خالص، بس معروفة البطاطس والبطاطا والجزر لما بتحطيهم في مية بينزلوا نشا. تمام، غسلتهم كذا غسلة ودلوقتي هدخلهم على البوتاجاز، وبعد ما دخلتهم على البوتاجاز ياخدوا لهم غلوتين 3 لغاية ما تتسلق معاكي كويس خالص وتبقى ناعمة. تمام، خلاص استوت وكل حاجة. تعالوا هنعمل الحاجة الجميل. اول حاجة المكونات اللي عندنا زي ما شايفين حضراتكم، اللي لحق واللي ملحقش يشوفها هقول لكم ايه. عبارة عن كوباية سكر، تمام، عبارة عن كوباية لبن، عبارة عن 4 معالق نشا، وهنحط كيسين فانيليا. تمام، بجد والله طعمها جميل جدا جدا، مش هتندموا لو جربتوها. عندك كبة، عندك خلاط، اللي عندك. انا البوتاجاز عندي بايظ فهستخدم هستخدم الكبة ما شاء الله الله اكبر حلوة خالص وجميلة بتاعتي. هحط معلقتين سمنة، السمنة هتديها طعم حلو خالص. لو عندك سمنة بلدي هتبقى يا جماله، لو ما عندكيش مفيش مشكلة اي نوع من السمنة بس تربط المكونات معايا. تمام، هحط الكبة كده واظبط حاجاتي كلها، وهضرب المواد السائلة كلها مع بعض ضربة حلوة خالص. تمام، لغاية السكر ما يدوب معايا خالص. مش عايزة اثار للسكر، تمام، انا السكر مش عايزة له اثار. لو عندك سكر بودرة هيكون احسن الموضوع، لو ما عندكش تضرب السوائل ده على قد ما تقدر. ويا ريت لو اللبن يكون كامل الدسم، بيبقى بيديها طعامة كده حلوة خالص على الاخر تجنن طعمها. بعد ما شايفين حضراتكم هضربها ضربة حلوة خالص. تمام، لغاية ما تدوب زي ما قلت لكم. بعد كده هنزل ايه تاني، هنزل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صلوا على النبي، الواحد بدأ ينسى كتير خالص الايام دي. هحط البطاطا. تمام، بعد ما احط البطاطا هنضربها، هنخلطهم كده مع بعض. تمام، مش عايزه اطول عليكم، لغايه ما يبقوا كده زي عجينه الكيك متماسكه كده، والقوام بتاعها حلو ولا خفيف ولا تقيل. تمام، الاول ما هنضربهم كده ضربه حلوه كده وتلاقيهم خلاص كده القوام حلو، تحضري الصينيه اللي عندك. لو عندك بايركس مفيش مشاكل، لو عندك الومنيوم مفيش مشاكل. انا عندي البايركس وعندي الالومنيوم الحمد لله، اللهم لك الحمد. فانا هحط معلقه السمنه، حطيت بس فوطه تحتيها لان كانت الرخامة بصراحة فيها مية، وغلط ان انت تدخلي البايركس على النار على طول، فايه عشان ما تتكسرش منك. فهحط معلقة السمنة في الارضية. تمام، السمنة حلوة خاص هتديها طعم. هتقولي البايركس ملهوش معنى تحطي معلقة سمنة، انا عارفة الموضوع ده، بس انا بحطها كده زي حاجة اعتدنا عليها، وفي نفس الوقت عشان تبقى متماسكة كده وحلوة كده وجميلة جدا زي ما فاهمين حضراتكم. خلاص كده خلصت الدنيا وهحطها. تمام، تحطيها تدخليها على النار مباشرة. تمام، مفيش مشاكل، بس اهم حاجه زي ما قلت لك مفيش ميه، ما تحطلهاش ميه عشان خاطر الكبه معاكي يعني قصدي البايركس ما تجرالوش حاجه. خلاص كده خلصنا الكميه خالص. لو عندك بس عشان خاطر تاخد اللون الحلو الجميل بتاعها، لو عندك سكر حطي لها. لو عندك مثلا جبنه، انا اسفه، جبنه موتزاريلا حطي لها. انا عندي جبنه موتزاريلا فهرش لها رشه. لو ما عندكيش مفيش مشكله خالص خالص، ما تتضايقيش، حطي لها حبه سكر حلوين كده بجد يعني احنا عايزين اللون. تمام، بس ما تكترش في السكر عشان خاطر احنا حاطين سكر.
بالجبنة بتبقى حلوة خالص. أنا مكترتش الجبنة، بنحاول نكون اقتصاديين ونوفر وندبر في كل حاجة دلوقتي، طالما هيأدي الغرض معلقة كبيرة مفيش مشاكل. زي معلقة الرز، بلاش الكميات اللي كنا بنحطها كتيرة كتيرة خالص، لأن الغلا عليه على الكل. خلاص كده خلصنا الصينية وما شاء الله جهزت وزي الفل وجميلة جدا والله. بتقول لكم تعالوا كلوني وبالهنا والشفا على قلوبكم. حاجة فوق الخيال يعني. بصوا يا بنات، انا المفروض ما اقطعهاش دلوقتي بس هوريها لكم، لان ما بتبقاش متماسكه. ليه؟ لا، خليها تبرد. هي بتتاكل الحلوه بطاطا حلوه بتتاكل في التلاجة، لازم تحطيها في التلاجة قد نص ساعة عشان خاطر تطلع معاكي يعني حلوة كده ومتماسكة. انا مهيناش عليها اقطعها دلوقتي لان عارفة لو قطعتها مش هتماسكة، بس مش هتكون متماسكة قوي، بس برضو هطلعها، ما هكسفكمش وهطلعها، لازم اوريكم. بصوا ما شاء الله القوام حلو، ليه مطة كده حلو خالص اللي هي بتاعت النشا. جربوها مش هتندموا. جربوها وقولوا لي رأيكم. ممكن تقدروا تعملوا كذا حاجة حلوة من البطاطا، تمام. وممكن تعملوا كمان حاجة مالحة من البطاطا هنعملها مع بعض بالبيض، في مرة هقول لكم عليها. هنعمل وجبات خطيرة جدا وحاجات اقتصادية. دي لو اشتريتيها من بره بالشيء الفلاني ما تقلش الصينية عن 200 جنيه، تمام. انت في بيتك بالمكونات اللي عندك، اللبن، كل حاجة عندك كلها هتلاقيها ما تكلفش 10 15 جنيه، تمام.